السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كريمه الفرن، كريمه الروقان، حاجه كده في منتهى الجمال. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو لبن، انزل عليها ب3 معالق كبار نشا، وبعد كده انزل عليها ب4 معالق سكر، والسكر هنا على حسب الرغبه. حابين تزودوا السكر تمام. انا هنا حاطه 4 معالق، طلعت معايا مظبوطه. مكوناتها بسيطه جدا وموجوده في كل بيت، بجد من اسهل الحلويات وحاجه كده يعني في منتهى الجمال. نبتدي ننزل عليها بالفانيليا ونقلبها كويس لغايه ما تتقل معانا وتكون كريميه معانا. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول ما بدات ان هي تبقى كريميه معايا بالشكل ده، شايفين ما شاء الله قوامها جميل ازاي، اكون محضره معايا الطواجن ادخلها الفرن وانزل بالخليط بتاعي كده جوه الطواجن، وبعد كده ادخلها الفرن عندي على درجه حراره 200. تطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. اول ما تطلع من الفرن نسيبها تبرد معانا على الرخامه، وبعد كده نبتدي ان احنا ندخلها التلاجة تسقع معانا. بجد ما شاء الله حاجه جميله جدا واقتصاديه جدا، ومكونه من 4 حاجات: لبن، سكر، نشا، فانيليا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.